عسلامة عسلامة، مرحبا بكم. يا رب ان شاء الله تكونوا الناس كل بخير وسلامة، انتم صايراتكم والعائلة الكل. اليوم عندي وصفة جديدة ان شاء الله تنال اعجابكم. وصفة الرز بالشعيرية في الفور. طريقة سهلة وبسيطة وسريعة التحضير، ان شاء الله يا رب تعجبكم. عندي باش نعملوا الرز هذايا، عندي البهارات: كركم، بابريكا، ملح، قرفة، هيل، وثلاثة عواد مسمار أو قرنفل، وعندي تابل وكروية وفلفل أكحل. هذوما البهارات بتاعها. مغرفة طماطم ملحية، عندي كوب من الشعيرية، زوز ريوس بصل مبشورين، عندي سناريا او جزر مبشوره كما هكا، عندي نص كيلو من الروز. نوعيه الروز اختياريه انتم وشنو الروز اللي تحبوه، وعندي الدجاج، كاس زيت مش معبي. نبداو بسم الله. حطوا كاس الزيت، كميه الزيت الكل، ونحطوا عليها في ان واحد البصل، ونحطوا عليها الشعيريه يتقليوا مع بعضها. بسم الله. حطوا تو قليوهم مليح يتعرجوا مليح مليح، ونرجع لكم ان شاء الله. الشعيريه بتاعنا بدات تعطي في اللون بتاعها كما هكا، تقلى مليح وتعطي اللون مغامق باش تظهر في الروز، على خاطر الروز ابيض وهي بيضة ما تظهرش اللي هي معناها روز بالشعيريه. لازمها تغمق اكثر من هكا شويه. تو نلحقوا عليها العواد القرنفل والهيل والقرفه، هذوما نلحقوهم ونخليو معاها شويه كيما هكا. وديما تحركوا باش ما تحرقش، خاطر كي تحرق تولي تمرر، بتصلي مرار زاده. ولذلك لازم ديما الواحد يحرك كيما هكا حتى اللي تعطي اللون تاعها المطلوب. بعد تالي نلحقوا عليها الروز، ها هو مغسول هذا، نلحقوا عليها الروز ونعرجوا معاها، يعني نخليوه معاها شويه، وبعد تالي نمرقوها شويه مش برشا، دوبليش تتمرق، على خاطر الروز كي يتحط في القلي وبرا في الفور ما يطيبش، يقعد يابس، ولذلك يلزم يتمرق شويه على الماء، يتقلى مليح ويتمرق شويه في الماء. تو وصلنا للون المطلوب. بسم الله. نلحقوا الروز بتاعنا مغسول كان في الماء، غسلته. اذا من الروز احنا نغسلوه 7 مرات ونقولوا نتبعوه على خاطر ما تعرفش الروز يجي من اي دوله، من الصين والا من اي دوله كانت، فالواحد باش يتجنب هالشيء الفيران والحشرات. نغسلوه 7 مرات، يعني 7 مرات الواحد يولي طاهر، ما عادش اذا كان دخلوا فار ولا حاجه ما عادش يبقى موجود. تو نخليو الروز كيما هكا شويه. تو عندي شويه روز كيما هكا، نرجع الروز شويه باش ياكل الغلوه الاولى، ونهبطوه باش نحطوه في الفوق. كمل الثياب نتاعو في الفوق، البهارات نتاعو ما تتحطش تو.
مرحبا بكم مرة أخرى. هذا الرز متاعنا توا حضر، رز الشعيرية في الفور. تو بسم الله نبداو. بسم الله نحطوا البهارات كيما هكا، نحطوا البهارات الكل هكا، الملح والكل نحطوا مع بعضهم. نحطوا طماطم، وناخذوا ماء كاس من الماء كيما هكا. نبداو بسم الله نذوبوا فيه الطماطم، لازم كل شيء يذوب مع بعضه، فلفل والبهارات الكل. تو ناخذوا الدجاج، كيما هكا، ونقلبوه في الصوص هذيا في البهارات الكل هكا باش بعد تالي يعطي اللون. نحيوه كيما هكا. ياخدوا طرنشات تاع الطماطم، زيد نعملو لهم البهارات تاعهم هكا باش ما يقعدوش من غير ملح من غير حتى شي. وتو الرز نتاعنا ما شاء الله حاضر. نحيو عليه على جنب. ناخو هذي، تو ناخو الدجاج كيما هكا، نحطو الدجاج هكا، هكا. نزيد ناخو الصوص اللي عملناه، نحطو الصوص كيما هكا. ناخدو شوية الطماطم هذيا جوست باش نزينو بها. ما شاء الله. تو نحطوا الرز بتاعنا في الفور باش يتجمر ويعطي لون ويكمل الطيابه بتاعه، وان شاء الله نوريكم التوش فينال بتاعه ان شاء الله. تو نحطوه في الفور على 180 درجه تقريبا 20 مينوت هكاكا، 20 دقيقه لا اكثر، وان شاء الله يكون جاهز. نرجع لكم ان شاء الله. تو حطيناه في الفور كما هكا على 180 درجه هكا. سكروا عليه وخليوه حتى لين يطيب ان شاء الله يحضر، ونوريكم ان شاء الله التوش فينال نتاعو ان شاء الله. مرحبا بكم مره اخرى. هذه التوش فينال نتاعنا نتاع وصفه اليوم اللي هو الرز بالشعيريه. هاو حاضر ما شاء الله، كل شيء طايب في حقه. بالشعيريه والجزر في الفور، وصفه سهله وبسيطه. بسم الله. نبقى لي كان نسكب كما هكا. بسم الله. هاكا كل كعبه وحدها ما شاء الله.
طايب في عقله، طايب في حقه، لا يجي معجن لا يجي حد شيء. وصفة سهلة ويحبوها الناس الكل، يحبوها الصغيرة. خير من الرز المفور، على خاطر المفور يفقد البهارات نتاعو الكل في البخار ويهبط في الكسكاس في الطنجرة، وما يبقى فيه لا فيحة لا ريحة، وساعات يجي يابس وساعات يجي معجن. الطريقة هذه أسهل وخير ويبقى فيه كل شيء في وسطه. حمر، احنا في تونس نقولوا له مجمر، يعني يتجمر في الفور هكا ما شاء الله. طيب كل شيء في حقه، كل شيء في وقته. الكمية اللي تحبوا عليها تعملوها هكا ما شاء الله. كل كعبة بحدها، ولا ملصق ولا معجن ولا حد شيء. ان شاء الله وصفة اليوم تكون عجبتكم يا ربي ونالت اعجابكم. ما تنسيوش باش تحطوا جيم والاشتراك في القناة، وبارك الله كل من يدعم القناة ويشارك فيها ويرحم والديه. وان شاء الله طيبوا ما خير واحسن لصغيراتكم ولعائلاتكم، وان شاء الله نلقاكم بخير وسلامة في فيديو اخر يا رب ان شاء الله. بالسلامة بالسلامة وعلى خير ان شاء الله.